السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهارده هنعرف ازاي تعودي ابنك او بنتك على الصيام باختصار شديد جدا. لو دي أول مرة تشوفنا، أنا دكتور طارق إمام، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، ودي قناتكم قناة بيتك الصحي. إياكي تجبري ابنك على الصيام في شهر رمضان، لأن ده بيسبب أذى نفسي للطفل وبيفضل معاه لحد ما بيكبر ويبقى دايما متعلق بالصيام. فبنبه تاني، يا ريت ما نجبرش أولادنا على الصيام في رمضان. إحنا بندخل لهم الموضوع ده تدريجي. في حلقة النهارده هنديكم بعض النصايح اللي من خلالها هتقدروا إزاي تعودوا أولادكم على الصيام في شهر رمضان. أول حاجة لازم ابنك أو بنتك يعرفوا أهمية الشهر الكريم. ليه ابنك أو بنتك بيصوموا؟ إيه فضل الصيام؟ إيه فضل العبادة؟ وده طبعا من خلال المشاركة في عمل الخير، من خلال المشاركة مثلا في شنط رمضان، من خلال تعليق الزينة، تعليق فانوس رمضان، من خلال إنه يدخل معاك المطبخ يجهز معاك الأكل، من خلال حلقات كتيرة جدا ممكن يتفرج عليها في التلفزيون أو على النت. من أهمية الشهر الكريم وأهمية الصيام فيه، يقوم ابنك يتعود ويخش جواه الأثر الإيجابي اللي احنا عايزين نزرعه فيه من وهو صغير. مبدئيا كده انت كأم بتبتدي ازاي مع ابنك أو بنتك؟ بنقسم اليوم على مراحل. يعني ممكن ابنك أو بنتك تعوديهم على الصيام لحد الظهر أول يوم، تاني يوم تبتدي لحد العصر، تالت يوم يبتدي يكمل معاك اليوم. حتى لو ابنك فطر ممكن تديله ميه وما تخلوش ياكل لحد المغرب، وده طبعا بمشاركه الاباء معانا في الموضوع دوت، عن طريق ان احنا بنشجعهم. ممكن نقدم لهم حتى لو هتوصل لهديه ماديه او هديه معنويه. وطول اليوم بقى قد ايه هم اقوياء وعندهم قوه تحمل وصبر على العطش والجوع. ابعدي عن ابنك او بنتك اي اكل او ميه طول فتره الصيام. ولو ليه اخ او اخت يا ريت ناكلهم في مكان بعيد ما يكونش قدام الطفل، عشان حالته النفسيه وكمان عشان ما نفقدش السيطره عليه، لانه ممكن ما يقدرش يتحمل ونضطر نفطره. بستغل وقت الصيام ده مع ابني او بنتي انهم يقروا قصص دينيه او حتى افرجهم على كرتون ينمي جواهم اهميه الصيام ويشجعهم على الصيام اكتر واكتر. طبعا بلاش بقى تنطيط ولعب كتير، عشان ده بيسبب في حاله اجهاد، لان مستوى السكر بينخفض وبالتالي ابنك او بنتك بيبقوا عايزين يا عيني يا يشربوا يا ياكلوا. لازم الطفل اول ما يجي يفطر معاكي ازود له كميه الميه وكميه العصاير وكميه الفاكهه لحد فتره السحور. اشجعه ان انا اعمل له الاكل اللي بيحبه، طبعا بطريقه صحيه. لازم ادخل لهم في الفتره ما بين الفطار والسحور وجبات متكامله، ويكون فيها حبوب كامله، يكون فيها خضروات، يكون فيها فواكه، يكون فيها بلح، يكون فيها عصير، يكون فيها شوربه، ويا ريت الشوربه اللي بيحبوها. كل الحاجات دي فيها فيتامينات ومعادن قد ايه الجسم بيبقى محتاجها، لانها بتمده بالطاقه والحيويه لابنك وبنتك طول فتره الصيام، وكمان بتشجعه ما يهبطش طول اليوم. في السحور يا ريت نركز على اللبن والزبادي والجبنه والبيض، لانهم مهمين جدا للتكوين الجسماني بتاع الطفل. اخيرا يا ريت ما نخليش ابننا او بنتنا يصوموا لو عندهم نسبه انيميا عاليه، لان ده هيأثر وهيعمل تأثير سلبي على صحتهم. في نهايه حلقه النهارده اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، واتمنى يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. رمضان كريم، صوما مقبولا وافطارا شهيا. سلام عليكم.